متابعي قناة أبجد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن إن شاء الله على موعد مع درس مهم جدا خاص بالسنة الثالثة إعدادي، مسار دولي أو مسار عام، وحتى بالنسبة للمتمدرسين الأحرار. لماذا هو مهم؟ لأنه سيسلط الضوء على أسئلة الامتحان الموحد المحلي، لأن الكثير منكم لا يعرف طبيعة هذه الأسئلة، كيف تكون، هل هي صعبة أم سهلة، هل تشبه أسئلة الفروض الموجزة داخل القسم أم غير ذلك. إذن بالنسبة للامتحان الموحد المحلي فهو لا يختلف كثيرا عن الفروض الموجزة داخل الأقسام، طبعا الفروض الشاملة التي تتضمن النصوص القرائية والدرس اللغوي والتعبير والإنشاء. في هذا الدرس إن شاء الله سنقدم لكم الأسئلة التي تطرح في كل المجالات، سواء القراءة أو الدرس اللغوي أو الإنشاء. إذن نبدأ بالمكون الرئيسي الأول وهو القراءة. كما تلاحظون فتمنح له 8 نقط مثل الفروض تماما، وهذه الأسئلة تتوزع بين مراحل الدرس: الملاحظة والفهم والتحليل، وتكون هناك على الأكثر 8 أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول عادة يطرح: حدد المجال الذي ينتمي إليه النص. وأنتم درستم مجالات القيم الإسلامية والقيم الوطنية الإنسانية، والمجال الثالث هو المجال الحضاري. أو إما أن يطرح هذا السؤال أو السؤال الموالي: حدد نوعية النص. طبعا أنواع النصوص: عندنا النصوص السردية، والنصوص الوصفية والنصوص الحجاجية. إذا السؤال الأول يكون متعلق إما بمجال النص، وسأضع لكم إن شاء الله قريبا درس فيه هذه المجالات الثلاث والقيم المتضمنة فيها، لأن هذا السؤال قد يطرح في التحليل أيضا، وهي القيم المبثوثة في هذه المجالات. أو سؤال تحديد نوعية النص. طبعا أغلب النصوص تكون إما سردية أو وصفية أو حجاجية. السؤال الثاني: حدد علاقة العنوان ب. إذا بداية النص أو نهاية النص أو فقرة من الفقرات. إذا غالبا ما يطرح هذا السؤال، وهو تحديد علاقة العنوان بجزء من أجزاء النص. طبعا الإجابة هناك إجابات مختلفة، إما أن يكون في الغالب أن العلاقة تكون علاقة إما تفسير وتوضيح، أو علاقة انسجام، لأن العنوان يوافق هذا الجزء من النص. السؤال الثالث: اشرح لفظتين اثنتين حسب سياقهما في النص. الشرح يكون إما بالمرادف معنى الكلمة أو بضدها، كلمة تستخرج من النص، والإجابة تكون طبعا من عندكم. السؤال الرابع: حدد القضية التي يعالجها النص. عندما نقول القضية التي يعالجها النص تكون مختصرة في نصف سطر على الأكثر: يعالج النص قضية كذا. استخرج الفكرة. طبعا نقول القضية في الغالب تكون في النصوص التفسيرية أو الحجاجية. استخرج الفكرة الأساسية، وإذا كان عندنا نص سردي نقول الحدث الرئيس، أو يطلب منكم الحدث الرئيس. استخرج الأفكار الفرعية التي يتضمنها النص أو أحداث النص. السؤال الخامس: استخرج 4 ألفاظ أو عبارات دالة على المجال الذي ينتمي إليه النص. عندما تختار مجال النص يطلب منك استخراج الكلمات التي جعلتك تصنفه ضمن هذا المجال. أو صنف الألفاظ والعبارات في معجم وحقول دلالية معينة، مثلا المعجم الدال على السلم، أو المعجم الدال على الحرب، أو الدال على الحب، أو الدال على التسامح أو التعايش إلى آخره. استخرج من النص إما حجج استعان بها الكاتب في نصه، أو أوصاف أو أحداث أو شخصيات وأوصافها، أو أماكن أو أزمنة، طبعا تبعا لنوعية النص، لأن النصوص تختلف بين السردية والوصفية والحجاجية والتفسيرية. السؤال السابع: أبرز القيمة المتضمنة في النص. القيم إما قيم إسلامية أو وطنية أو إنسانية أو حضارية، مع الاستدلال عليها بين النص. استخراج العبارة أو الكلمات من النص
الدالة على القيمة. والقيم عندنا مثل الرحمة، التسامح، هذه بعض الأمثلة: صلة الرحم، حسن الجوار، حب الوطن، التضحية في سبيل الوطن، التضامن، المساواة، عدم التمييز، حرية الرأي والاعتقاد، التعايش، المحافظة على المآثر التاريخية وصيانتها، الاعتزاز بالإرث الحضاري المغربي، الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا، الاستخدام الإيجابي للوسائل التكنولوجية، التبادل الثقافي، الانفتاح على الآخر، والكثير من القيم والعبارات الدالة عليها. السؤال الثامن غالبا إما التلخيص أي تركيب عناصر هذا النص في 3 أسطر أو سطرين، أو إبداء الرأي، تعطي رأيك فيما قاله الكاتب بخصوص النص، أو فكرة أو فقرة من الفقرات مع تعزيزه بحجج وبراهين مناسبة. ننتقل الآن إلى المجال الرئيسي الثاني وهو الدرس اللغوي. إذن أول سؤال متعلق بالشكل، ويطلب منكم 4 كلمات تكون لها علاقة أو تمثل قواعد درس أو أكثر من دروس المقررة في الأسدس الأول. السؤال الثاني: استخرج ظاهرتين من الظواهر اللغوية المدروسة في الأسدس الأول. يعني يطلب منك أن تستخرج من هذا النص كلمة لها علاقة بالدروس الآتية: اسم الفاعل، صيغ المبالغة، اسم المفعول، اسم الزمان أو المكان، اسم الآلة، أو اسم منسوب يعني له علاقة بدرس النسب. إذا السؤال الثاني الاستخراج، والسؤال الثاني هو التركيب، يعني أن تركب جملة من عندك. هذه الجملة تتضمن إما اسم فاعل عامل، أو صيغة مبالغة، أو اسم مفعول عامل، أو اسم زمان أو مكان، أو اسم آلة، أو اسم منسوب. السؤال الرابع: حل البنية التركيبية لي. يعني تعطى لك جملة هنا ثم تدرسها وفق هذا الجدول. مثلا إما اسم الفاعل تبين حالته معرف بأل أو مجرد من أل، مسبوق بنفي بناسخ باستفهام إلى آخره. يمكنكم أن تعودوا إلى الدرس. ثم عمله، ما هو العمل الذي قام به اسم الفاعل؟ هل رفع الفاعل ونصب المفعول به أم اكتفى برفع الفاعل؟ كذلك الأمر بالنسبة لاسم المفعول لأنه يشبه هذا الدرس. تعطى لكم جملة مع بيان العمل. هنا ننتبه إلى العمل إلى أنه يرفع نائب الفاعل، والحالة هي نفسها حالات اسم الفاعل معرف بأل أو مجرد من أل، مسبوق بناسخ باستفهام إلى آخره. وقد تعطى لكم جملة لها علاقة أو فيها كلمة عبارة عن اسم زمان أو مكان مع تحديد وزنه والسبب، السبب الذي صيغ به هذا الوزن، أو جملة عندها علاقة باسم الآلة ووزنها وفعلها، أو جملة فيها اسم منسوب، استخراج الاسم المنسوب الذي في آخره النسبة مع بيان تغيير الحاصل. السؤال الخامس في الدرس اللغوي هو إعراب الكلمتين إعراب تام. تعطى لك مثلا كلمتان من النص أو جملة ويسطر تحت كلمتين لهما علاقة بالقواعد المدروسة في الدورة الأولى. بالنسبة للتعبير والإنشاء، التعبير والإنشاء يعطى لكم سؤال في المهارات الآتية: التدريب على كتابة اليوميات، أو وصف رحلة، أو وصف رحلة، أو التعقيب والتعليق. يعني المهارة الأولى لها علاقة بالسرد والوصف، كذلك المهارة الثانية لها علاقة بالوصف أو التعقيب والتعليق. أسرد أحداث يوم ظل راسخا في ذاكرتك، يعني تتحدث عن يوم قمت فيه بنشاط. خطوات المهارة: تحديد الحدث، تحديد تاريخ الحدث، اليوم، الشهر، السنة، سرد وقائع اليومية، أهمية هذا الحدث في حياتك. أو تصف رحلة أو تصف شيئا، ليس بالضرورة أن يكون وصف رحلة. خطوات المهارة: عندنا الاستعداد للرحلة، تحديد مكان الانطلاق وزمانه مع تحديد وجهة الرحلة، تحديد الهدف من الرحلة. ثم عندنا الرحلة، سرد الأحداث المرتبطة بالرحلة، وصف الأماكن والشخوص، الأماكن التي مررت بها والتي وصلت إليها. ثم وصف الرجوع من الرحلة، شعورك إزاء هذه الرحلة التي قمت بها، أهمية الرحلة وفائدته. هذه الخطوط العريضة بالنسبة لهذه المهارة. السؤال الممكن وهو الثالث: اكتب نصا حجاجيا تعقب فيه على الرأي. قد يطلب منك أن تعقب على رأي من الآراء، قد يكون هذا الرأي واردا في النص، أو يعطى لك نص صغير فيه رأي معين.
فيجب أن تستعرض أو تعقبه. وعندما نقول تعقيب هو إبداء وجهة نظرك مع الخطوات الآتية: عرض الرأي المخالف، عرض حججه وأدلته، وعرض الرأي الشخصي في القضية ذاتها مع تعزيز بحجج وبراهين مناسبة. طبعا التعبير الإنشائي كما هو معلوم هناك عناصر يجب مراعاتها، وهي الالتزام بالمطلوب في نص الموضوع، والقدرة على توظيف تقنيات وإجراء المهارة الواردة في المطلب، الربط بين الأفكار وتنسيقها بشكل منسجم وجيد مع مراعاة سلامة اللغة واحترام علامات الترقيم. إذا كانت هذه أبرز الأسئلة التي تعطى لكم والتي لا بد منها في الامتحان الموحد المحلي الذي يكون على صعيد المؤسسة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولا تنسوا أنني سأضع لكم كما قلت لكم من قبل أو أضع لكم درسا يخص المجالات التي درستم والقيم المبثوثة فيها. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإذا كان هناك أي سؤال اتركوه في التعاليق حتى أجيبكم عنه. شكرا، ولا تنسوا دعم القناة طبعا حتى نستمر في هذا العمل.